صديق الخير فالك الخير. يحدثني صاحب الحدث يقول: شيخ فهد، كان لي أخو أصغر مني بس كبير، يعني في الجامعة تقريبا، كان بار بأمي بر عجيب ما تتخيله، ما تطلب طلب إلا ملبى، أي أمر أي مشوار هو اللي يوديها، واقف نفسه لها، مع أنه في ظاهره مو بذاك الشاب اللي نقول أنه ملتزم مرة مستقيم، عنده نقص في جوانب، لكن مسألة يقول الصلاة، مسألة الصلاة والبر بأمي وأبوي، خاصة أمي، هذه ما ينافس فيها. يقول: فكتب الله الحكيم العليم أن يحصل على أخي هذا حادث مع زميل له فيموت الاثنين. يقول إن الآن لما جانا خبر الوفاة صار عندنا مصيبتين. مصيبة الأولى موت أخوي، والمصيبة اللي يمكن تكون أعظم كيف نبلغ أمي خبر وفاته. قد نفقد أمي قد نفقدها. جلست يقول أنا ويا أبوي نشاور كيف يعني نهدئ ونذكرها. بلغوها فسقطت مغشيا عليها، عافاها الله. يقول: لكن سبحان الله كل ما دخلنا عليها البيت دمعتها على خدها. يقول: تعبت أنا وتعب أبوي وخواتي، اتفقنا أن نزيل كل شيء في البيت له أثر بأخوي عشان ما يتذكره. يقول: كان سيارته عندنا لأنه كان مع زميله في السيارة، بعنا السيارة. يقول: اتفقت ويا خواتي في الليل اجمعوا ثيابه وملابسه وأغراضه كلها بوديها للجمعية تصدق بها. يقول: فعلا ذهبت في اليوم الثاني. يقول: دخلت عليها في غرفتها الخاصة إلا هي أخوان إيش متلثمة بشماغ أخوي. الله أكبر. وتبكي. يقول: يمي اتق الله، يمي سنة راح ذهب إلى ما هو خير له. ويقول: بتذكرها. اسمع الكلمة الخطيرة العظيمة اللي والله انك تغبط الشخص المتوفي من هالموقف. اسمع اللي عندك تقصير مع امك وابوك. يقول: قالت امي: والله يا ولدي ما سجدت سجدة من سنة من وفاته إلا وأنا أدعي له قبري. الله أكبر. يا ولدي أنت. يقول: بدأت تتكلم عن أخوي كلام عظيم، يقول أشياء ما كنت أعرفها عنه. قالت: يا ولدي تصدق إنه يجيب راتبه كله يسلمه لي، خذي أنا اللي أنفق عليه من راتبه، مو هو اللي يعطيني، مو أنتظر إني أعطي أمي 500,000، لا، كل الراتب لك، أنت الأم، أنت اللي تنفقين. هذا هو البر. الله يتوب عليه وعليكم.